حبيت تفتح صفحة جديدة مع الجزائر، نعطيك نصيحة. في الخطاب اللي كتوجدوا فيه راح يلقيه الملك محمد السادس أو نائبه أو مش عارف شكون، من بين الإصلاحات المغرب الأقصى. نصيحة من خوك، أنا أخوك، تريد فتح صفحة جديدة مع الجزائر في النظام الفيدرالي، إحنا قابلين. مهد للمغرب الأقصى، غير تسمية المغرب وسميه المغرب الأقصى في خطابك. كود، مود باس، راح تستقبلوا الجزائر وراح تعاونك في ظل النظام الفيدرالي، راح تولي العلاقات الطبيعية مع المغرب في ظل نظام. الجميل في هذا الشخص هو أن رغم خرجاته المضحكة أحيانا يأتينا بكلام هو مضحك ولكنه مغلف بالحقيقة، كهذا الكلام الذي جاءنا من هذا الشخص أو من الخزناجي بينما هو في مكتبه المريح سيارته في شوارع باريس يأتينا بهذا الطلب العجيب. يطالب الدولة المغربية أن تتخلى عن اسمها المغرب إرضاء للجزائر، وبالتالي تصبح الجزائر يعني تقبل أو تساعد المغرب في تطبيق الفيدرالية، ظنا منه أن تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية وفي الأراضي المغربية ممكن أن يخرج عن إطار السيادة ونسمح للآخر بأن يشاركنا في سيادتنا وفي يعني تنظيم الأمور داخل بلدنا. ونسي هذا الجزائري المسكين بأن الجزائر هي اليوم بحاجة إلى أن تنال رضا المغرب. فالمغرب اليوم هو الذي يقف في مكانة القوي الذي يفرض الشروط، لا من تفرض عليه الشروط. لذلك المغرب يعني ممثلا في جلالة الملك كان قد طالب الدولة المغربية في حفظ ماء الوجه والدخول في مفاوضات مباشرة لحل هذه الأزمة المفتعلة التي صبت في صالح المغرب، وكانت مأساة على الجزائر وعلى النظام في الجزائر، لأن الخاسر الأكبر هي الجزائر، وتم استنزافها من خلال قضية خاسرة لمدة 50 سنة. مسألة أن نتنازل عن اسمنا إرضاء للجزائر هذا لن يتحقق أبدا بكل بساطة، لأننا لا يمكن أن نقوم بمحو التاريخ، محو الحضارة، ومحو ما في ذاكرة العالم حول البلد المسمى المغرب. فلن نحقق لكم رغبتكم في أن يصبح لكم نصيب في حضارة المغرب إذا ما أزلنا هذا الاسم وتصبحون أنتم يعني ربما تغيرون اسمكم إلى المغرب أو المغرب الأوسط، رغم أن تسمية المغرب الأوسط هي تسمية جغرافية وليست سياسية، لأن في هذه المنطقة المسماة المغرب الأوسط التي تعيشون عليها اليوم كجزائريين هي منطقة كانوا يطلق عليها في المغرب المنطقة الوسطية، وهي منطقة وسطى ما بين المغرب وإفريقيا المسمى التي تعرف اليوم بتونس. فأنتم كنتم إما امتدادا لتونس بعد الدولة الحفصية، أو كنتم امتدادا للمغرب في كل الدول التي مرت قبل العلويين، وحتى في بداية الدولة العلوية ودخول المستعمر بعد ذلك الذي اجتزأ الغرب الجزائري وكذلك الصحراء الشرقية وضمها إلى فرنسا. فظننتم أن بهذه المساحة أنتم أحق باسم المغرب، كما قال طبيبكم طبيب الحيوانات دومير الذي قال في إحدى لقاءاته الغريبة والعجيبة أن الجزائر هي أحق باسم المغرب. لماذا يا دومير؟ قال لأنها أكبر مساحة، وبالتالي هي أحق أن توصف بالمغرب، ونسي بأن المغرب لم يأخذ هذا الاسم يعني بالأمس في 1962 كما الجزائر تأسست في 1962، بل هو اسم فيه يعني دونت به كتب وكتب به مؤرخين، ومعروف هذا المغرب عندما نذكر المغرب فهو مروك فهو ماروك. ولكن للأسف العقدة عند الجزائريين تأبى أن تشفى وأن تعالج، ويظنون بأن استمرارهم بوصفنا بالمروك أو المراركة سيؤدي هذا إلى أن نقتنع نحن بالمروك والمراركة ونقبل تغيير هذا الاسم العربي المغرب، ونقبل به إرضاء لإخواننا الجزائريين الذين يشعرون بعقدة. ليس ذنبنا أنكم تعانون هذه العقدة، ذنبكم هو أنكم إما أن تنضموا إلى تونس كما في عهد الدولة الحفصية، أو تنضموا إلى المغرب كما كان الأمر منذ عقود أو منذ قرون. تصبح هذه العقدة يعني تصبح متجاوزة، وتصبحون مغاربة عادي، أو تصبحون توانسة وتصبح لكم حضارة، لأن التونسيون هم دولة حضارية أيضا، والمغرب دولة حضارة. ولكن المغرب دائما تاريخيا كانت دائما هي الامتداد وهي القوي، يعني القوي في شمال افريقيا، والتي كانت تحكم من تونس الفرنسيه وحتى طرابلس ليبيا في عهد الدوله الموحديه، او كذلك في عهد المرابطين وغير ذلك. فتقبل اخي الخزناقي واخي الجزائري اننا لا نغير اسمنا ولا نغير اي شيء حتى من مبادئنا ارضاء لاحد. فمن يفعل ذلك من بيننا فهو يعتبر خائنا،
ويداس بأقدام كائنا من كان. لذلك هذا الاسم متوارث جيلا بعد جيل، اسم كله حضارة وتاريخ وشجاعة وفروسية وكل شيء، كل شيء جميل. وهو اليوم أصبح اسما يكفي ذكر المغرب ينتهي الكلام. سلام.